إذا قلت يا سي بوتفليقة، قلت أنك ما علمتوش التاريخ. قلت نعم، علمت التاريخ في الحقيقة. لا، أنتم علمتوا التاريخ، ولكن علمتونا التاريخ المزور، علمتونا الزعامات الوهمية والبطولات الفارغة، علمتونا أن الثورة وأن الثوار هو جيش الحدود، وزعامات جيش الحدود، وقيادات جيش الحدود. كنت ذكرت بن بلة أنت، قلت أن الناس، أو بن بلة مات أول رئيس للجزائر والناس ما يعرفوهش، وكثير من الشباب ما يعرفوش أو عرفوا هذا المرة. طيب، أول رئيس من انقلب عليه يا سي بوتفليقة؟ من كان السبب الرئيسي في انقلاب بومدين عليه؟ ألست أنت؟ ألست أنت المسؤول الأول؟ ألست أنت الذي حرضت عليه؟ أنت اللي رحت جبته أو رحت قنعته في السجن لما كان مسجون في فرنسا باش يكون هو زعيم جيش الحدود ويكون هو رئيس الحدود، ولما وصلتوه للوقت المناسب قمت بالانقلاب عليه، ظل 15 سنة وهو في الحجز لغاية ما حرروا الشاذلي في 1980. ولست أنت المسؤول عنه. ذكرت أيضا من بين اللي ذكرتهم، الغريب في الأمر أنك ذكرت عميروش وسي الحواس. ألم يبقى عميروش وسي الحواس لأكثر من 20 سنة تبقى جثثهم داخل مقر وزارة الدفاع في إنكار تاع وزارة الدفاع؟ وما أدراك مع عميروش وسي الحواس في الثورة الجزائرية في التاريخ الجزائري. والأخطر من ذلك ذكرت آخر هو كريم بالقاسم. قلت الناس ما يعرفوش كريم بالقاسم. لا، نعرفوه احنا. كريم بالقاسم هو اللي اغتيل، هو اللي اغتيل لما كنت انت وزير الخارجية في فرانكفورت، وهو المعارض اللي كان بعيد منكم، وتم ولحقات يديكم واغتيل خنقا في فندق من فنادق فرانكفورت بألمانيا بأمر من بومدين. وربما كنت انت مشارك شخصيا، لكن على أقل شيء كنت أنت الرجل الثاني كما كنت يعجبك أن تقول ذلك. لم توفق في هذا الخطاب، حبيت تستدر عطف الناس. وصلت أنا كلمتهم أولاد، يا أولاد حافظوا على الجزائر. تركتوا أنتم شيء حافظوا عليه الجزائريين. نعم، الجزائريين راح يحافظوا عليه، لكن ما هوش على سلطانكم، ما هوش على انتخاباتكم المزيفة اللي راح نجيبوا فيها لصوص آخرين صغار أو كبار. لا، الجزائريين يحافظوا على الجزائر، حافظوا الجزائر مليون مرة. وأول شيء حافظوا به الجزائريين على الجزائر هو أنهم يكنسوكم إلى مزبلة التاريخ سلميا، كما أؤكد دائما أنا وإخواني. سلميا سيتم كنسكم إلى مزبلة التاريخ. تدخل طاب جنانكم، طاب جنانكم من زمان. لا تحملوا فكر، ولا تحملوا عقل، ولا تحملوا علم، ولا تحملوا أخلاق، ولا تحملوا أي شيء. ما عندكمش عشر، بل ما عندكمش 1% من ثقافة حقيقية لإدارة الدولة. عبثتوا بالدولة عبث كبير، قلبتها لنا زوايا، وقلبتها دروشة، وقلبتها تسجيل. ثم تتكلم أنت. يعرفوك سي بوتفليقة، الناس يعرفك، والشعب الجزائري يعرفك أنك كنت في الستينات شخص المغامرين، مغامر كبير، مغامر بالانقلابات، وشاركت في انقلاب 62 وشاركت في انقلاب 65، وكنت مساهم في الاغتيالات، اغتيالات كثيرة، منها اغتيالات كريم بالقاسم اللي ذكرته أنت شخصيا، وغير من كريم بالقاسم، والقائمة طويلة لو نتحدثوا فيها. ثم كنت في السبعينات رجل الاختلاسات، واتهمت رسميا من عند الدولة الجزائرية بأنك نهبت ملايين الدولارات، وهذا موجود في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية. ثم كنت في التسعينات، في نهاية التسعينات، رجل اللي جعل الدبابات تاع العسكر تاع الجنرالات اللي دمروا الجزائر، واللي دجل على الجزائريين، واللي قلب الضحايا وجعلهم مجرمين، وقلب المجرمين وجعلهم ضحايا. هذا هو أنت، وهذا هو تاريخك. وساهمت واعطاك الشعب الجزائري، وظنوا الجزائريين أنك المنقذ والمخلص، ولكنك انتقمت منهم شر انتقام. لأن هذا الجزائريين ما خرجوش باش يتظاهروا عليك في 79 لما أسقطك العقداء. العسكر ما جابوكش، جابوا عقيد. كنت تظن أنك أنت الخليفة بتاع بومدين. للأسف سي بوتفليقة، التاريخ سيكتب عليك. أنا كنت دجال، أنا كنت كذاب، أنا كنت سراق، أنا كنت أكاد أقول خائن بكل المعاني.
خنت الشعب الجزائري، خنت الثقة اللي أعطاها لك الشعب الجزائري، وخدمت لمصالح العصابات. لم يشهد تاريخ الجزائر أن وصلت الرشاوي إلى ما وصلت إليه، أن وصل الفساد إلى ما وصل إليه، أن وصل ضعف الدولة الجزائرية إلى ما وصلت إليه. لم تشهد الجزائر في 50 سنة الأخيرة مثل هذا الوضع، شهدته في وقتك. وظنيت باللي لبنيت مسجد بملايير الدولارات راح تدخل به التاريخ. هذا مسجد ضرار، هذا لا قيمة له في الإسلام، لا قيمة لمساجد مثل هذه. هذا الأموال كان من الأولى أن تصرف على المدارس وعلى الجامعات وعلى المستشفيات، وعلى أنك تجيب الغاز للقرى والمداشر والمدن اللي ما فيهاش الغاز باش ما يقتلهمش البرد، وعلى الكهرباء اللي تقطع في